إني متزوجة. بقيت مشكلة أعاني منها. قلت ما هي؟ قالت لا زال يتصل بي من حين إلى حين أو يرسل إلي رسائل في الجوال، مع العلم أنه هو أيضا قد صلح حاله وتبدلت أوضاعه. فقلت ما الهدف إذن من الاتصال والإرسال؟ هذا باب من أبواب الشيطان ولا بد أن يغلق، فإن الله قد قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إن كان صادقا ويريد تصحيح ما كان فليطرق البيت من بابه. قالت إنه يستمع لأشرطتك ويتابع أخبارك. قلت أعطيني رقم هاتفه وسأتصل عليه. اتصلت عليه وعرفته بنفسي ففرح واستر، فقلت له اتصلت علي فتاة يهمها أمرك وتريد لك الخير، لقد قالت لقد كنت أنت وإياها على علاقة محرمة ثم من الله عليكما بالتوبة والهداية، فاحمد الله على ذلك. ثم قلت لكن بقي أمر. قال ما هو؟ قلت أمر الرسائل والاتصال. إن كنت صادقا تريد أن تصحح ما مضى فاطرق البيت من بابه كما قال الله وأتوا البيوت من أبوابها، وإلا فاقطع ذلك وأغلق باب الشيطان. فوعدني خيرا. دارت الأيام ومضت الليالي، ثم اتصلت علي الفتاة مرة أخرى فسألتها عن أخبارها وحالها فقالت على أحسن حال. ثم سألتها عن فلان فقالت لقد انقطعت الرسائل تماما وانقطع الاتصال، لكن ثم سكتت وطال سكوتها. فقلت ما بك؟ قالت هناك أمر لا بد أن تعرفه، فكيف أستحي منك وأنا لم أستحي من الله؟ قلت ما هو؟ قالت لم أقل لك إني متزوجة.